تحديثات جديدة في الواتساب الجزء الثاني. أول تحديث دلوقتي لو بتكتب حالة اللي هي أنا مشغول، أنا في العمل الآن، الحاجات دي اللي بتبقى موجودة تحت اسمك على طول في البروفايل بتاعك على الواتساب، واتساب هيبدأ بطرح ميزة إن الكلام ده ما ينفعش يكون موجود للأبد. في ناس بتفضل بال 13 سنة مشغولة الآن ما تعرفش هي بتعمل إيه. قريب جدا واتساب هيسمح لك بوجود الكلام ده بشكل مؤقت بداية من يوم لحد أسبوعين زي ما أنت عايز، وبعدها لازم تغير الحالة بتاعتك. تاني تحديث وبصراحة من أهم تحديثات اللي لازم تحصل قريب جدا في واتساب، لو انت مشترك في قناة من قنوات الواتساب اللي بالمناسبة انا عندي قناة تابعني عليها، اكيد هتلاحظ ان هما بينزلوا صور وفيديوهات كتير زي مثلا قناة اليوم السابع، بس الصور والوسائط دي ما بتظهرش في المعرض بتاعك، ده عشان بتفضل موجودة في الملفات الداخلية الواتساب وبتملى مساحة عندك. قريب جدا تحديث واتساب هيسمح لك انك تختار وقت معين لحذف جميع الوسائط من على موبايل. هتبدأ تختار ان الوسائط دي تتحذف بعد يوم لحد شهر او حتى ما تتحذفش خالص زي ما انت عاوز، لكن الميزة دي مهمة جدا عشان توفر في المساحة بتاعة موبايلك. ثالث ميزة او تحديث هيوصل قريب وهو انك هتقدر تعمل ريبلاي على التحديثات اللي بينزلوها قنوات الواتساب، طبعا مع الاحتفاظ بالكامل برقمك اللي محدش هيقدر يعرفه. مش بس هتقدر تعمل رياكت على الحالة او الحاجة اللي هما بينزلوها، لا كمان انت هتبدأ تكون في ميزة انك تقدر ترد عليها. الاهم من ده كله انك لو عايز يوصلك كل جديد اول باول تابعني، وما تنساش ان انا ليا قناة على الواتساب تابعني عليها، هتلاقي اللينك في البايو.